هنعمل النهارده مخلل الليمون السريع في البيت، اللي هو في اسبوع تعملي احلى ليمون مخلل مستوي جدا وطعمه لذيذ جدا، بدل ما تستني شهر ونص على الاقل عشان يستوي يبقى حلو. لا، هتعمليه في اسبوع وطعمه احلى بجد واطعم منه. يلا نشوف هنعمله ازاي. المكونات اللي معانا ليمون، والحجم على حسب ما تحبي. انا حابه الليمونه يدوبك على قد يعني الواحد على قد الاكله صغننه، والفلفل برضو حامي بارد على حسب ما تحبي. عندنا عصفر، ملح، حبه بركه، خل. هنحتاج برضو عصير ليمون فريش. اول حاجه هنسلق الليمون بتاعنا ميه مغليه، ميه عادي، وهنغليها هننزله في دوبك ياخد تقلبتين بالظبط. تلاقي تحسي الليمون قلب قلبتين بالظبط كده، خلاص هو كده استوى معانا. هنطلعه ونسيبه يهدى شويه، وبعد كده هتفتحيه 4/4 يعني عكس بعض كده، كأنك بتعملي حرف الزائد بالظبط. تمام. هنعمل الخلطه بتاعتنا. هنحط الملح وحبه البركه والعصفر، وعليها زيت زيتون، حوالي ربع كوبايه زيت زيتون، ده على مقدار كيلو ليمون. هقلب المكونات دي كلها مع بعض كويس. لو عندك زيت نباتي عادي مش مهم، يعني مش لازم زيت زيتون، بس هو زيت زيتون بيديه طعم احلى شويه. هنجيب الليمون بتاعنا ونفتحه كده حرف الزائد، وبعد كده هنحشيه عندنا بالحشوه اللي احنا عملناها التتبيله بتاعتنا، اللي هي حبه بركه والعصفر والملح بتاعنا والزيت. تمام. هنحشيه وندخل في قلب الجوانب بتاعته كلها في الحروف بتاعته كلها الحبه بتاعتنا. هنجيب عندنا برطمان ونكون غاسلينه ومعقمينه، ان احنا مثلا بميه سخنه او خل. نجيب خل كده ونقلبه فيها كلها، وبعد كده نكبه ونحط الفلفل بتاعنا، الفلفل الاخضر، ومعانا فصوص توم فريش. هنحط نجيب مثلا الفص ونقطعه ترانشات ما بين طبقات. هنحط طبقه ليمون وطبقه فلفل، بعد كده طبقه ليمون طبقه فلفل، وما ننساش معانا شرايح الثوم. وهننزل بعد كده بعصير الليمون اللي معانا. عصير الليمون ما زودتش اي ميه خالص، هو استوى بالخل وعليه كملت بعصير الليمون. وطبعا حطينا معلقه سكر، وحطيت الملح بتاعي تاني، كان عايز شويه ملح، وحطيت عليها نص معلقه سكر عشان ده بيخلي الليمونه تبقى ماسكه نفسها كده، ما تبقاش طريه. لا، السكر حلو جدا مع المخلل. اي نوع مخلل حطي معاه نص معلقه سكر، مش هيخلي معاكي المخلل محلون او اي حاجه. بس كده، وهنقفله عليه كويس جدا ونسيبه اسبوع بالظبط. دوت بعد اسبوع بالظبط كان مستوي جدا، وطعمه كان مظبوط وكان ممتاز، طعمه كان لذيذ لذيذ لذيذ. بصوا شوفوا الجمال بتاعه وشكل الليمونه والفلفله وهي مستويه. لو اول مره تشوفونا يا ريت تدعمونا بالاشتراك في القناه ولايك وشير كتير كتير عشان يوصلكوا كل وصفاتنا وفيديوهاتنا الجديده. شوفوا الليمونه فتح بسهوله جدا واستوت ومظبوطه واخده طعم بتاعها. يا رب يكون الطريقه عجبك، واشوفكم في فيديو جديد ووصفه جديده، والسلام عليكم.